كيفاش كان عايش انظف. يعني كيقول انا عندي جوج اعتامات ومؤبد. يعني اش من حياه غنبقى انا اللي غنعيشها ومزير في الحبس وانا مين؟ حيد جليجه ديال الطواليط ومضاها ردها دايره بحال الشنويه. حتى كنسمعوا القرطاس تخلعنا، سمعنا القرطاس داخل المؤسسه، يعني شي حاجه يعني اكثر من صد القرطاسات ولا فهمتي اللي تسوقوا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم داخل المغرب وخارج المغرب وكاع الناس اللي كيتبعونا ومتبعين القناه ديالي عبد الرحيم الصامبا وتيبغيو يعرفوا مني شي حوايج تيبغيو يوصلوا. المهم ميساج حنا ديالنا كامل كنخرجوا به اننا كنوصلوا غير الشباب وكنوصلوهم على العنصريه وعلى فهمتيني وعلى الطريق هذه فهمتي. واليوم الاخ معايا طرح عليا واحد السؤال وقال لي بغيت نعرف قال لي كيفاش كان عايش انظا في الحبس. هذاك السيد كيف كيشوفوه عباد الله، كيشوفوه بطل وكيشوفوه فهمتي في الحباسات وكيشوفوه يعني قتل المدير، قتل الموظفين، قتل رئيس المعقل فهمتي، قتل بزاف ديال الناس اللي فهمتي اللي ما تتخيلهمش انت على عقلك. هذا السيد هذا، ولكن هذا السيد هذا منين جا المكناس، منين جا لتولا الجوج، جابوه لتولا الجوج، يعني ما لقاش داك الشيء اللي باغي هوايا، الحريه اللي بغا، الحريه اللي باغيها هو ما لقاهاش في الحبس. حقاش الحبس مزير. يعني كيقول انا عندي جوج اعتامات ومؤبد. يعني اش من حياه غنبقى انا اللي غنعيشها ومزير في الحبس وانا ميت وانا حي. يعني بقى كيقلب معاهم على السبه، ديما كيدبز معاهم، ديما في اي ساعه في اي. اسمح لي اخويا عبد الرحيم، دابا هو غير كيتهيئ له راسو بان راه زامتينو هو يتصنت. حنا كنهضروا عليها كداخل مؤسسه سجنيه. كتحسب انك انت حباس ضرب الحبس، مشيتي لواحد الحبس وما لقيتيش داكشي اللي بغيتي، كتسمى انك تزمتي. كاين فرق ما بين يعني هاد السيده تزمت، ما كاينش مخدرات، ما كاينش الشراب، ما كاينش المضاوات، ما كاينش بزاف ديال الحوايج وكذا اللي هو خصو يستعملهم داخل المؤسسه، ما كاينينش. يعني تقمع. يعني هاد السيد مده هو معاهم في الحروبات مده. شنو دار هاد السيد هذا؟ هاد السيد مشى حيد جليجه، نقول لكم الحقيقه، حيد جليجه ديال الطواليط ومضاها ردها دايره بحال الجنويه. شو الفكره الانسان في الحبس؟ يعني باش طيح لك انك تمشي تهرج جليجه وتقدا وتمضيها وتردها بحال الجنويه. يعني داك النهار خرج عوال عليهم، خرج لقى جوج الموظفين واقفين، هضر مع الاول تزايد معاه في الهضره ويضرب الموظف الاول. ضرب الموظف الاول طاح. عرفنا منين طاح الموظف؟ وداك الموظف اللي تضرب كبير مسكين شيباني وعنده الاولاد مسكين، الله يرحمه ويوسع عليه فهمتيني. يعني هذاك السيد الله يعمرها دار. كان المهم كان تيتعامل مع المساجين، كان تيتعامل وشيباني مسكين كبير، وهذا يعني ضرب. وهذاك الموظف صاحبه منين شاف موظف تضرب قوت سبحان الله، قوت بنادم ديك كما كنقولوا الجهد اللي كيتعنى به شو المصير. انا جايك انا جايك. ارنا مشى داك الموظف اللي شاف الموظف تضرب، مشى كيجري عيط للحراس، عيط للموظفين. حنا ديك الساعه كندوروا في الكور حتى كنسمعوا القرطاس تخلعنا، سمعنا القرطاس داخل المؤسسه، يعني شي حاجه يعني اكثر من صد القرطاسات ولا فهمتي اللي تطلقوا. حنا كنسمعوا داكشي، جاو سدوا علينا، دخلونا، دخل سدوا علينا البيبان، سدوا علينا الطفالي فهمتيني. بقى بنادم مخلوع تيقول شنو هادشي، الناس تخنقات فهمتي، تيغوتوه حتى هذا. المهم بقاو معاه هكاك، المهم تسالاو معاه وما راه ما قدروش يزيدوا لعنده. يعني راه لو ما كانش السلاح راه ما تزيدش لعنده. السيد قوي وغارق. ويعني اي موظف كيقول نمشي لعنده بحال غنضحي براسي. تيبقى كل واحد عنده ولادو وكل واحد تيخاف على روحه. واخا هو موظف واخا هذا، ولكن راه عنده مسؤوليه، عنده الولاد ديالو، عنده بزاف ديال الحوايج فهمتي. كنوصل لكم الميساج ديال هذا السيد ديال هذا انظا هذا، يعني القوه ديالو هي المصير ديالو. شوفي يعني هو المصير ديالو في مكناس. وهاد البلاد السعيده باش نوصلها لكم اخوتي الجمهور اللي في المغرب واللي داخل المغرب،
هاد مكناس بمواليه بجوادو، ملي كتدخل للمكناس خصك تطلب التسليم، الا ما طلبتيش التسليم توقع لك شي حاجه في هاد البلاد هادي. يعني اي بلاد بمواليها ملي كتدخل لها خصك تطلب التسليم، كتسلم لهم. راه كاين اللي كيدخل غير مؤسسه سجنيه وما كيقولش طالبين التسليم، راه تنزلي في مؤسسه وخصك تقول تسليم الرجال البلاد. يعني راه دخلتي لواحد الارض خصك اي بلاصه تعيش فيها، فهمتيني. الميساج اللي كنوصل لكم كنقول لكم يعني ها العنصريه شوفي كتوصل بنادم، هو ما خلا ما قتل البوليس، قتل الموظفين، قتل رئيس المعقل، قتل المدير، ما خلا ما قتل، ولكن في التالي هو في دار الحق، حنا في دار الباطل. المهم حنايا الميساج اللي كنوصلوا للدراري الصغار، وراه اللي كيتعنى بالقوه راه كيموت بالضعف، فهمتيني. انا كنبغي نوصل لكم، حنايا كنذكروكم، حنا ما عندنا حتى شي حاجه وما غيعطينا حتى شي واحد شي حاجه، والعطي هو الله. يعني كما كنقولوا يعني داك الانسان اللي كيدعي بالقوه اللي كيقول انا مجهاد. انا اختصرتها لك، كاينش القوه، لا قوه الا قوه الله. سبحان الله العظيم. راه ملي كيوقعوا لك شي حوايج، انا قلت لك انا راه ندمت واحد الندمه ما يتخيلهاش بنادم على عقله. سبحان الله. علاش؟ لحقاش الحياه مشات، ما قرينا ما والو، ولكني اخر حاجه في هاد 4 سنوات اللي انني انا خرجت منهم من السجن، حاجه وحده اللي استفدت، اما هي انني تعلمت نقرا شي شويه، وليت نعرف نكتب، وليت نعرف، فهمتيني. انا درت محاربه في الحبس، راه شي 2 ولا 2 ونص وانا كندير المحاربه في الحبس، كنمشي نقرا وكنمشي نتلاها. علاش تندخل شي علاش؟ حتى القرايه تنفع بنادم شي شويه، بقاش ملي كيكون عند تكون عارف التحرف صعيبه. ودابا اسمح لي نسولك الاخ عبد الرحيم، ماشي مشكل. دابا انت تلقاك ندمتي بزاف على هاد السنين اللي ضاعوا لك في حياتك، يعني كما كنقولوا هباء منثورا، يعني ما تعلمتي لا صنعه، يعني ما قريتي، يعني كما كنقولوا ما درتي لا مستقبل، كما كنقولوا مازال ما مزوجش الاخ عبد الرحيم، مازال ما مزوج، يعني الدراري لا حتى شي حاجه، ما تزوجتيش. يعني دابا هذا هو النتيجه، هذا هو الشيء اللي استفدتي انت منه. هادشي اللي استفدت حاجه وحده قلت لك، هي انني تعلمت نكتب شي شويه وتعلمت نقرا، وليت كنعرف ناس زوينين، وجلست مع ناس. حنا راه قلت لك جلسنا مع بزاف ديال انواع البشر، جلسنا مع اللي خايبين، جلسنا مع اللي زوينين، جلسنا مع بزاف، ولكن كل واحد تنديو منه شي حاجه اللي هي فهمتي اللي تستافد منها في المستقبل ديالك، اللي هي ايجابيه. مش حاجه سلبيه كنلوحوها ما كندخلوهاش لعقلنا، حقاش حنا عارفين الطريق اللي هي خايبه وكنعرفوا الطريق اللي هي زوينه. هو كل عقليه ديالو كيفاش كيبغي يتماشى. هذا الشيء كامل راه قلت لكم، انا كنوصل غير اللي جون الدراري الصغار باغيينكم، مازالين محتاجينكم، ومازال بزاف ديال الحوايج، مازال المستقبل قدامكم، ومازال الحياه قدام بنادم. ما يرشيش بنادم اخوتي حياته في الحبس. اسمح لي نسولك اخويا عبد الرحيم. سول خويا. كثر خيرك. وكما كنقولوا انت تحقرتي في الحبس. تحقرت خويا، معلوم. انا الدولي ديالي، انا الدولي ديالي. سمعت انا بزاف ديال الناس كيقول لك انا كنعيش بطاله. لا اسمح لي خويا، قلتها في مواضيع اخرين، اي واحد كيدخل حتى هو كيديولو ديالو. ما عمرو الدولي، انا ما عمرو السلطوني. لا فهمتيني، ما فهمتش. اسمح لي نقاطعك خويا، تشرح لي كيفاش. اسمح لي نقاطعك خويا، اي واحد كيدخل الحبس ما عارفش كيديولو ديالو، كيدوزوا عليك مصائب، كيدوزوا عليك محن، كيدوزوا عليك بزاف، وفهمتي، واللي كيجيبوها لك والديك بحال ما غتصرفش عليها، كذب عليك كذاب، هو جايه القفه، ولكن ملي كتجي القفه كيجيبها وكيحطها لواحد اخر، وملي كيبغي هو غير بيمو كيقول ما يقدرش يمشي هو يهزو، خصو يقولها لذاك، يقول له خويا بغيت شي بيمو، وهذاك الاخر هو اللي يعطيك. صح. فاهمين؟ ودابا الميساج اللي كتوصل لهاد الشباب اللي انا كنوصل اخويا انا باش نجيك من الاخر، باش نقول لكم اسمح لي الاخ عبد الرحيم، الميساج يعني كما كنقولوا انت دمرتي في حياتك، انت كما كنقولوا وقعوا لك جميع المأساة، يعني كما كنقولوا بزاف ديال الاعاقات في الطريق ديالك وسميتو، وكما كنقولوا بغيناك تعطي شي رساله لهاد الشباب، وتنصح لنا هاد الشباب اللي هو الشباب الصعيد، ونحاولوا كما كنقولوا تعطيهم الميساج بطريقتك الخاصه.
انا كنوصل للدراري الخاصين كاملين هاد لي جون وهاد الشيء هذا، بغيت نقول لهم يبعدوا من ديك الطريق اللي غاديين فيها. اي واحد غادي في شي طريق خايبه يبعد منها. انا راه قلت لكم، هي كنذكر، هي كنوصل للانسان باش ما يمشيش ويضيع حياته. وراه قلت لك راه يعذب والديه وغيعذب راسو. حنا عشنا معذبين في الحبس، عشنا معذبين، دوزنا المحنه، دوزنا القهره، دوزنا الجوع، كنعسو ما واكلينش، كتنعس ما شبعانش في كرشك، كتنعس ما حتى شي حاجه. اخويا والديك وخوتك شوف خويا انا نعطيك واحد خلاصه القول ديال هاد الناس هادو دابا، اللي الانسان دابا ما كيفكرش في والديه حاليا ملي تيكون في الزنقه. فوقاش تيفكر في والديه؟ انت كتشد في الحبس، خصك تفكر والديك منين تكون سيفيل، منين تكون على برا في الحريه تفكر والديك. هذيك الساعه راه متفق معاك. انا راه شحال من واحد في الحبس كيقول لي غنخرج غندير عقلي، كنقول له شوف هاد الهضره هادي ما نسمعهاش منك، حقاش بزاف د الناس عشت معاهم هاد الشيء هذا. انا لا بغيتي تقول لي انني هذه الاخرى خصك تقولها لي وانت في الحريه، ما تجيش للحبس، ما تجيش للحبس. الحبس ما فيه والو. هذيك الساعه كنعرفك انك انت كاين. ملي كتقول لي راني في الحبس حقا نخرج ندير عقلي، كنقول لك انا هذه بمصطلح الحبس، كنقول لك انا هذه هضره د الحبس كتقولها لي وكتبغي تواصلها معايا، فهمتي؟ انا هادشي اللي كنبغي نوصل للدراري. خوتي انا خوكم، وتحيه ليكم وتحيه لمكانسه كاملين من اطل، وتحيه لجميع المدن. انا تنوصل لخوتي الصغار باش نهار كيوقع لبنادم شي بروبليم كتلقاني انني انا وصلته لك وقلتها لك وتقدر تطيح فيه. وتا لا كان اللي كيهضر حمق، راه اللي كيتصنت راه بعقله، راه كيفهم الهضره اللي هي صحيحه وكيفهم الهضره اللي هي غلطه. انا راه هادشي كنبغي نوصل لكم اخوتي. اخر الكلمه ديالك اخر الكلمه ديالي خويا، انا خارج لهاد الشيء هذا على ود الدراري الصغار، ما باغيهمش يتدمروا اخويا كما تدمرت انا. كنهضر على راسي، انا تدمرت، ما بغيتش هاد الشباب يتدمروا ويدمروا والديهم ويدمروا عائلاتهم. يعني شنو هو الميساج؟ الا ما كانش كيفكر في راسو يفكر في عائلته. والميساج ديالك هو التالي؟ الميساج التالي ديالي انا خويا كنقول لك لهاد الناس هادو خصني يديروا عقلهم، والعنصريه ما كايناش، وما تديش ديال بنادم، وما تعداش على بنادم، وما تحقرش بنادم، وما عمرك تحقر شي ولد المراه، ما عمرك تحقر شي ولد المراه. انا كنوصل لك هذا الميساج هذا. الحقر راه ما كيبغيهاش الله. على حقك شي حاجه تقدر توقع لك شي، ولكن ملي باش تمشي تعدى على الناس او تدي لهم ديالهم او تكريسي او تمشي للحبس، ما متفقش معاك. انا ضد هذا الشيء هذا. وتحيه لكم خوتي كاملين وكنحييكم. وحنا هضرنا غير شي شويه اليوم، عاوتاني جينا تحيه المتتبعين خويا عبد الرحيم السامبا، وراه غادي ندير لكم ان شاء الله شي لايف وغادي نهضر معكم ونتواصل معكم ان شاء الله باي حاجه، فهمتي؟ وانا اخوكم، راه اللي بغى شي حاجه قلت لك نتواصل معاه بها. انا هادشي كامل كنقول لكم اخوتي، انا راه خارج على ود الدراري الصغار، على ود الشباب. هادشي علاش خرجت. وتحيه لكم كاملين خوتي، ومازال تسناوني عاوتاني، راه مازال نهضروا في شي حاجه. تبارك الله عليكم.